السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الفراخ المشوية القمر دي؟ تتبيلة سهلة وبسيطة خالص، مش تاخد منك وقت، في 5 دقايق هتعملها ومش محتاجة ان انت تسيبيها تقعد في التتبيلة ولا اي حاجة. تعالوا اقولكوا انا عملتها ازاي. هبدأ بقى ان انا اجيب طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وهبدأ ان انا اجيب شفشق الخلاط وهنزل المكونات بتاعتي دي كلها في قلب الخلاط، وهضيف فصين من الثوم كبار ومعلقتين من الصلصة، وهبدأ ان انا اجيب ليمونة كاملة وهنزل بيها هعصرها بالشكل دوت، وهبدأ اجيب نص كوباية من الزيت وربع كوباية من الخل. هبدأ بقى ان انا انزل بالبهارات بتاعتي، 7 بهارات وبهارات فراخ وقرفة وفلفل اسمر وبابريكا وملح وكزبرة، وهبدأ ان انا اخلطهم كويس اوي في الخلاط، هيطلعوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ريحتها تحفة بجد، ريحتها جميلة جدا. انا بقى غاسله الفراخ بتاعتي ونقعاها ومظبطاها وعامله فيها فتحات كده، يعني ما توصليش البتاع للاخر، لا فتحات بسيطه. وابدا ان انا انزل بيها بالتتبيله، انزل بالتتبيله دي على الفراخ بالشكل ده، وهبدا ان انا ادلك الفراخ كويس اوي من تحت الجلد ومن فوق الجلد، وهدخل التتبيله دي في الفتحات، وهبدا بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، وهبدأ ان انا احط ارص فيها الفراخ. هيبقى بقية التتبيلة بتاعتي ما ترميهاش، ده التتبيلة دي اللي هتسوي الفراخ معاكي. هتبدأ بقى ان انت تحطيها كده بالشكل دوت على بقية الفراخ، وابدأ ان انا ادخلها الفرن على درجة حرارة عالية. وده كان شكلها بعد ما استوت. بسم الله ما شاء الله، تحفة، وريحتها وطعمها حكاية، بجد لازم تجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.